السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ الجزء الثاني من اضطراب الشخصيه الوسواسيه، ازاي تعرفي تتعاملي مع الزوج الموسوس او اللي دايما عنده افكار غريبه واوامر غريبه. من غير مقدمات يلا ندخل في الموضوع على طول. الشخصية الوسواسية زي ما احنا قلنا عنيدة جدا. قبل ما تفهمي هو قاعد ليه في الخناقة عندك ويفرض رأيه، افهمي اللي ورا عنده. اللي ورا العند ده قلق كبير جدا. هو بيعندك انك تروح المشوار الفلاني عشان هو فعلا قلقان وجوه في دماغه شغال سيناريو، ممكن يحصل كذا وممكن يجرى كذا، خايف عليكي وخايف على الولاد. اوقات تانية مثلا لو هو انت بتطلب منه 1000 جنيه مثلا عايزة تعملي الحاجة الفلانية، هو ليه بيعندك ومش راضي يديهالك؟ جواه وساوس كتير عن المستقبل وعن ان انتوا هتعيوا ومش هيعرف يعالجكوا. قلق 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 ورا العند، قلق كبير انت مش شايفاه. عشان خاطري لما تدخلوا مع بعض في نقاش حاد مليان عند من جوزك المضطرب باضطراب الشخصية الوسواسية، وقفي الخناقة وروحي دوري على طريقة تهديه بيها. القلق والتوتر ورا الخناقه بيعلوا الكورتيزول عنده قوي، بيبقى متنرفز قوي، وممكن تقلب الخناقه بحاجات وحشه كتير وتكرهيه فيها. وهو كل قصده ان هو قلقان، فعلا هو انسان غلبان ان هو عنده القلق ده، ولا فاهمه ولا عارف يسيطر عليه، ولا فاهم ان ده حاجة غريبة على البشرية. ما فيش حد بيعيش كده بقية حياته، بس هو فاكر ان الناس اتخلقت كده وان المفروض تبقى كده. وقفي الخناقة، وقفي انك تعنديه، حاولي تلاقي طريقه تهدي بيها. ممكن تقطعوا خالص الكلام في الفلوس اللي طالباها او في المشوار اللي عايزه تروحيه، روحي اعملي كوبايه ليمون كده وهديه، قولي حاضر هعمل لك اللي انت عايزه، ماشي استنى بس هنتكلم بعدين. وهو يصمم ويرجع الموضوع، لا اصلا انا قلت ومفيش حاضر عينيا حاضر. مجرد ما يهدى ممكن جدا هو اللي يجي يقول لك بعدها خلاص يا فلانه حقك عليا، روحوا بس تخلي بالك من كذا وكذا، بلاش 1000 جنيه خليها 700 جنيه. فاهمه؟ هتلاقي هو مع نفسه لما توقفي عند ضده وتحترمي قلقه وتوتره، هو لوحده هيهدى ويجي يديك انت اللي انت عايزاه وبزياده كمان. تمام كده؟ بأول نقطة في التعامل مع مضطرب الشخصية الوسواسية. تعالوا على تاني حاجة عايزاكي تعمليها، انك تحطي حدود من اول الجواز. حدود لنفسك. لما يطلب منك انك يوميا على الله عايز الترابيزات والاسطح، اي سطح بيجي عليه تراب عايزها يوميا تبقى متنظفة، وضحي له ده بشكل مؤدب ان ده فوق طاقتك وانك مش هتقدري تعملي كل يوم. انا اقدر اعمل كده مرة في الاسبوع يا فلان. طب ضغط عليكي، طب زعل، طب زعق، معلش انا اسفه مش هقدر اعمل ده. مجرد ما تخضعي ليه مره واثنين وثلاثه تحت طائله ان انا لازم اطيع جوزي وان انا بحبه وهعمل كل الكلام ده غلط. انت عارفه انت بتعملي ايه؟ انك انت بتشتركي معاه في انكم تنساقوا ورا فكره وسواسيه قهريه جواه. فاهمه قصدي؟ ده ملوش علاقه بحبك ليه وملوش علاقه بطاعته. انت ما بتقوليلوش لا في الاساسيات، انت بتقولي لا في اللي فوق طاقتك. ده فوق طاقه البشر. مين اصلا يقدر يعيش؟ هو هتلاقيه قبل الجواز كانت نفس الخناقات مع والدته، انت ما بتنظفيش كذا، انت ما بترتبيليش الدولاب يوميا، انت حاجات اصلا مش في استطاعه البشريه انها تعملها له. فحطي حدود من اول الجواز. مش هعمل ده يعني مش هعمل ده. اتنططت اتشقلبت قمت قعدت زعقت اتقمصت، انا مش هعمل ده عشان انا بني ادمه وزي ما عليا واجبات ليا حقوق، وابسط حقوقي ان انت تعرف انا بقى اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه. تمام كده؟ على تاني نقطه. تعالوا بقى في تالت نقطه. لو حضرتك اصلا متجوزه وشخصيتك ضعيفه، لو انت اصلا يعني عندك ايه اللي هو لازم ارضي الاخرين على حساب نفسي، إيه انا إيه وايه يعني لما اتنازل عن حاجه، الشخصيه اللي هي البسيطه اللي اغلبنا بيبقى متجوز بيها، بس في ناس بتبقى عندهم بزياده، انت للاسف هتضيعي معاه. هو انسان مسيطر وعنده من جواه حب السيطره، ظنا منه ان هو كده هيضمن المستقبل او هيبقى يعني
يعني بيتحاشى المفاجآت، فهيسيطر عليكي جامد، هيسيطر على افعالك ونومك وقعادك وتفاصيل يومك واصحابك ومروحك ومجيك. حاولي تحطي لنفسك شخصيه واضحه قويه بتعرف تقول لا، وبتعرف ترفض اللي ما يناسبهاش، وتعرف يعني تعرف تدير حياتها. اكتر حاجة ممكن تساعدك في انك فعلا تمشي مع شخصيتك خطوة خطوة، زي ما قلت في فيديوهات قبل كده، كتاب سندريلا سيكريت. يعني هبة السواح من افضل الكتاب اللي قريبين مننا قوي، يعني مش قاعدة على عرش التنمية البشرية وعمالة تقول لك اصحي اسمعي التوكيدات ويلا اعملي معجزة الصباح لا لا والله، هبة السواح بجد يعني حاسة بينا قوي وعارفة احنا بنفكر ازاي، فبتمشي معاكي في شخصيتك خطوة خطوة، بتحط لك اساسيات تقفي عليها بحيث ما تبقيش شخصيه مهلهله. ارجوكي 100 مره اقول اسعوا عشان تتغيروا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. سيبي لنفسك ربع ساعه كل يوم تقري حاجه تفيدك. الروايات جميله، قلت قبل كده اقري روايات زي ما انت عايزه، بس كتاب واحد يطلعك خطوه لقدام. لما تكوني معاشره واحد زي مضطرب الشخصيه الوسواسيه وانت شخصيتك ضعيفه، هيسيطر عليكي، هيضيع لك حياتك. ممكن جدا يقول لك بلاش تعليم، البيت اولى بيكي، بلاش شغل، بلاش، هيحط لك حاجات انت ما كنتيش عامله حسابك عليها اول الجواز. فزي ما قلت لك، لو شخصيتك ضعيفه حاولي تقويها، وتحاولي تدوري على اي كتاب واي فيديو بيبني الشخصيه وامشي معاهم واحده واحده. وباذن الله بجهز في الصيف باذن الله الحمله كبيره ان انا احاول ابدا معاكم شخصيتكم واحده واحده، ازاي احط اساس لشخصيتي قبل ما اقول. خليكم واثقين في نفسكم، الكلمه دي بكرهها موت موت موت. هتلاقيني في كل الفيديوهات، اي فيديو انا قلت لكم فيه خليكم واثقين في نفسكم، انا بتاسف لكم احتياطي عشان اكيد انا كنت سرحانه. مفيش حاجه يا جماعه في الدنيا اسمها خليكم واثقين في نفسكم، في حاجه اسمها انا فلانه عندي مهام في حياتي بتقن كل مهمه فيهم صح، فانا واثقه في الحاجه اللي بعملها. يعني ايه بقى واثقه في نفسي؟ يعني مفيش حاجه اسمها خليك ايوه يعني هعمل ايه، او ما اعمل ايه، او اعمل شاي بلبن واشربها هبقى واثق في نفسي. ما يضغطش عليكم الكلام الانشا اللي ملوش اي اساس، يعني ملوش حاجه على ارض الواقع تتنفذ. انت يا دوبك بتقولي كلام تحفزني، يا دوبك بتقولي كلام تتنظر عليا بيه، مش عارفه انفذه، مش عارف اعمله ازاي. مفيش حاجه اسمها خليك واثقه في نفسك. خليكي طالعه سلم بناء شخصيتك واحده واحده لحد ما تخلي شخصيتك تبان لها ملامح، وتعرفي مبادئك، وتعرفي ايه هي القيم العليا عندك، وايه الحاجات اللي بتضايقك ومش عايزاها في حياتك. كل ده اما تحطي الكتالوجات دي لحياتك، صعب جدا جوزك او اختك او ابوكي او ولادك يسيطروا عليكي. لا، انا اللي اسيطر، مش محدش يسيطر عليا. فزي ما قلت لك، لو انت شخصيه ضعيفه اركبي الفرس واطلعي رحله تغيير شخصيتك عشان تعرفي تنجحي مع جوازك من الراجل ده. نقطه كمان في التعامل مع الشخصيه الوسواسيه. الشخصيه الوسواسيه طبعا زي ما قلت لك هي قد ايه عندها احكام صارمه، وعندها عدم مرونه في تقبل الاخر. فدايما هتسمعي نقد منه، انت ما عندكيش، انت مش بتعملي شغلك على اتم وجه، انت مقصره في كذا، انت كذا. قبل ما تحسي بالذنب وتروحي تجلدي ذاتك، تعالي بس اقول لك كلمتين. المشكله مش فيكي يا حبيبتي والله، المشكله يا عيني في دماغه. هو عايز كل حاجه صح، عايز كل حاجه من غير ولا غلطه. فعشان خاطري ما تقعيش في حته ان انا بتعب وما بلاقيش، وانا مضيعه حياتي عليه هو وولاده وفي الاخر مش عاجبه. خليكي متاكده انه في حته كبيره منه محتاج للصفات اللي بينتقدها دي. يعني ايه؟ يعني لما يقولك انت ازاي وافقتي ان فلانه اللي بتشتغل رقاصه تدخل بيتنا، وعمال يزعق، هو من جواه حابب الاختلاف ده، عايز حد مرن في حياته، عايز حد بيتقبل الاخر، عارف ان هو لوحده بافكاره يهد البيت ما يبنهوش. لو حتى بينتقد انك قاعده فاضيه وانك انسانه تافهه وقاعده على الفيسبوك طول النهار وما وراكيش حاجه، هو ما بيني وبينك ده هبل. يعني انا اللي انتقدك فيه واقول لك لا ما تعمليش كده. بس لو هو بيعلق كتير على فكره انك قاعده فاضيه وما بتشتغليش وما بتقوميش تخططي وما بتقوميش
تنهضي بحياتك والحاجات دي، من جواه عايز حد يعيش معاه رايق وهادي ودماغه مش مكركبه وما بيسابقش الزمن عشان يوصل لاعلى حاجه، عادي عايش عادي مستمتع بوقته، بتتفرجي على مسلسل، عامله حاجه دافيه بتتمزجي بيها. هو من جواه محتاج ده ومحتاج يعاشر الناس زي دي. فاوعي تفتكري انتقاده ليكي معناه ان هو ما عادش بيحبك او اتصدم فيكي، او الاحكام الصارمه اللي بيحطها عليكي في الخناقات دي. لا خالص، هو بس يعني الناقد السلبي اللي جواه بيطلع عليكم انتوا الاتنين، يوريكي كل عيوبك او من وجهة نظره عيوب، ويفردها لك كده ويكبرها لك ويضخمها لك، وبيخفي مميزاتك خالص. فلو حصل ده ولا تتهزي ولا تزعلي ولا اي حاجه، اسمعي وانتي ساكته وخليه يفرغ غضبه وشحنته، وانتي من جواكي عارفه انك ست الناس وانك جميله وان صفاتك دي احلى صفات في الدنيا خلته يسيب بنات حواء كلهم ويجيلك انت يتقدم لك ويتجوزك ويبني معاكي بيت سعيد. اخر نقطه في التعامل مع اضطراب الشخصيه الوسواسيه، لو جوزك وصل لمرحله صعبه جدا في الانتقاد وفي الوسوسه وفي اكتناز الحاجات اللي لها لازمه وملهاش لازمه وفي البخل في الفلوس، لو وصل لمرحله صعبه جدا، انت يعني مش هينفع تقولي له روح اتعالج انت مريض، يلا يا مريض من هنا، انت جاي هنا تعمل ايه؟ تمرضني انا واولادي؟ انت داخله معركه خسرانه، هيقول عليك انت اللي مجنونه. هو في دماغه ان انا ايه ده، يا ريت كل العالم يتحلى بهذه الصفات العميقه العظيمه عشان نسود العالم ونبقى حكام قاره كلنا. فهيقول عليك انت مجنونه ومش هيدي لكلامك اي اهتمام، وهيعيش بقرف ويقرف فيك اكتر. فيا ريت ما تقولولوش انت مريض وروح اتعالج وبلاش قرف بقى وما تقرفناش في عيشتنا وكده. ممكن تتكلمي معاه بلغه من اللغات دي. اول لغه ان انا حاسه ان انت بتهلك نفسك في الشغل يا حبيبي بجد، يعني انا شايفاك طول النهار بتشتغل وما بتعملش اي حاجه ترفه بيها عن نفسك، انا خايفه عليك، انا قريت مقاله عن ادمان الشغل وبيقولوا انه فعلا محتاج علاج. طب ما تدور يا حبيبي حد يساعدك، ممكن حد يقول لك حاجه يخليك بيها اكفأ، فتضيع الصداع اللي بيجيلك في الشغل ده فتنتج اكتر. فاهمه؟ ادخلي للعالم بتاعه واقنعيه بالمثل العليا من وجهه نظر. ما تقوللوش روح لدكتور يخليك تصرف علينا اكتر، ولا روح لدكتور يخليك شخصيه مرنه اكتر. هو اصلا مش عايز ده عشان تقولي له ده هدف روح اسعى له، هو مش عايز، هو عايز زي ما قلت لك الكمال. قولي له بقى ان في دكتور ممكن يساعدك انك توصل للكمال والحاجات العظيمه اللي انت نفسك تعملها دي، ساعتها ممكن يديكي ودنه شويه. طب انهي لغه تانية ممكن تنفع معاه؟ ممكن تقولي له انا شايفاك طول الوقت حزين ومهموم وشايل الهم، بجد انا خايفه عليك، احنا من غيرك ما نسواش حاجه، شوف حد يساعدك. هيقولك والدكتور بقى هيطلعني المستقبل ويوريني ان مفيش اي حاجه وحشه تحصل فانا اقعد اطمن. قولي له لا، يعني مش كده، هو هيخفف من حزنك شويه باي طريقه هم درسوها في كليه علم النفس، انا اكيد معرفهاش، بس حاول يمكن يجيب نتيجه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. فاهمه قصدي؟ بلاش تجنبي نبره المريض دي خالص، عشان زي ما قلت لك شايفك انت اللي مريضه، انت واهلك واللي خلفوكي، عشان ازاي تتهمي حد عظيم زي ده وبينجز زيه كده بانه مريض؟ امال مين اللي عاقل بقى في وجهه نظره؟ خلصنا الطريقه اللي تتعاملي بيها مع الشخصيه الوسواسيه. يا رب يكون فيديو خفيف ولطيف عليكم ويفرق فعلا في حياتكم، وحياتك مع جوزك تبقى احسن، ومع نفسك تبقى احسن، ومع اولادك تبقى احسن. من غير ما اطول عليكم، بتمنى لكم كل السعاده اللي في الدنيا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.